لو عربيتك نورت لك اللمبه دي وظبطت الكاوتش واللمبه لسه منوره، تعال اقول لك تطفيها ازاي. بس قبل ما نبدا، لو عايز تدعم المحتوى ده وعايز تشوف فيديوهات تانية تعلمك ازاي تستخدم العربيه صح وازاي تحل مشاكلها، اعمل لايك وشير وفولو. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس. انا طارق صلاح وده الجرار. مبدئيا محتاجين نفهم ازاي حساس ضغط الاطارات بيشتغل. حساس ضغط الاطارات هو نظام امان موجود في العربيات الحديثه، وفي منه نوعين. في النوع اللي بيبقى عباره عن 4 حساسات، في حساس موجود في كل فرده، وده بيقيس الضغط ودرجه الحراره ويبعتهم للكنترول بتاع العربيه، وبالتالي بتظهر قدامك على شاشه العدادات. وده مثلا هتلاقوه موجود في عربيات كتير زي مثلا عربيات الام جي. بس انا عندي سؤال لاصحاب عربيات الام جي يجاوبوني عليه. هو لما بنعمل تدوير للكاوتش، يعني بنجيب الكاوتش اللي قدام ورا واللي ورا قدام، الحساسات دي بتقرا مكانها اوتوماتيك ولا لازم تتبرمج من اول وجديد؟ يا ريت لو حد عنده علم يقول لنا. النوع ده من الحساسات بينور لك اللمبه لما يحس بتغير في الضغط او تغير في درجه الحراره بتاعه الكاوتش، فالمفروض ساعتها ان انت تحل المشكله. وفي انواع من الحساسات اللمبه بتطفي لوحدها بعد ما تحل المشكله على طول. في انواع تانية لازم تدخل عليها من الشاشه بتاعه العربيه وتعمل لها ريست عشان يحفظ القيم الجديده لضغط الكاوتش، عشان لو اتغير عنها ينور لك اللمبه تاني ويحذرك. اما النوع التاني ما بيبقاش فيه حساس اصلا في الكاوتش، والنوع ده بيحذرك لما الضغط يقل بس مش بيجيب لك سيره درجه الحراره بتاعه الفرده زي ما النوع الاولاني بيعمل. فمعنى كده ان النوع الاولاني احسن. طب هيجي حد يسالني، هو بيعرف منين ان ضغط الكاوتش قل؟ ما هو مفيش حساس جوه الكاوتش. بكل بساطه هو بيعرف ده من حساس الاي بي اس اللي بيبقى راكب على العجله وبيعرف عدد لفاتها. الكاوتش لما ضغطه يقل عدد لفاته بيبدا يقل، فالعربيه بتبدا تحس ده من حساسات الاي بي اس وحساسات التراكشن او الثبات الالكتروني، فبيعرف ان في مشكله في العجله دي فينور لك اللمبه وينبهك وبيحدد لك انهي عجله اللي فيها مشكله. فساعتها انت المفروض تحل المشكله وتعمل تخزين او ريست للقيم الجديده بعد ما تزود الكاوتش. بس الريست ده تعمله وانت واقف بالعربيه، لانك لو جيت تخزنها وانت بتتحرك بكل بساطه النظام مش هيعرف وهيطلع لك ايرور. دي كانت اشهر انظمه لمراقبه ضغط الاطارات. لو عندكم في عربياتكم نظام تاني قولوا لنا عليه في الكومنتات. واخواتنا بتوع الام جي ما تنسوش تجاوبوني على السؤال اللي قلنا عليه في الاول.